السلام عليكم. طبعا انا عارف والله ان النهارده ماتش الاهلي والزمالك الديربي ومحدش عايز يسمع اي كلام في الكوره غير على الماتش. بس صدقني اللي هتكلم فيه دلوقتي هو اهم من الماتش في الاخر هيتلعب، وايا كان النتيجه هيتنسي وهيعدي بعد اسبوعين ثلاثه. يعني خلاص انا هنلعب ماتشات تاني، وفي 100,000 ديربي جاي وفي 100,000 ديربي راح كانوا اهم من الديربي بتاع النهارده. وعادي عدوا، يعني مش هقول مش شرط يكونوا اتنسوا يعني، بس عدوا في الاخر سواء هنا او هنا. ف فاللي انا بقوله واللي انا عايز اقوله زي ما قلت لك الفيديو اللي فات، هتكلم عن السبع حاجات اللي مبوظه الكوره في مصر. انا شايف، ممكن تكون انت مش شايف ده فهتخرج من الفيديو يعني، بس انا شايف ان اهم 100 مره من العك اللي احنا فيه ومن الدربي ايا كان. وكلنا كجماهير عادي هنتابع وهنهتم وهنبقى عايزين فرقتنا تكسب وهنكسب وهنفرح لو كسبت وهنزعل لو اتغلبت وعادي. يعني هي دي الكوره، هو ده الطبيعي في الكوره. لكن زي ما اقول لك هيعدي، والموسم ده هيعدي وهيجي موسم تاني وتالت وعاشر وصباح الفل يعني. فاللي انا هتكلم فيه النهارده اعتقد انه يعني نوعا ما بالنسبه لي على الاقل، والنسبه اللي عايز يسمع اهم. زي ما قلت لكم هنتكلم في سبع حاجات، اللي عايز يعرفها بقى يرجع الفيديو اللي فات. هي الموبقات او زي ما انا سميتها، او الحاجات الاخر يعني بالبلدي كده اللي مبوظه الكرة في مصر. رقم واحد، الاساس اللي مبهدل الدنيا، هي اللجان الالكترونيه. طبعا يا جماعه كان الاول اللجان الالكترونيه دي من زمان قوي، بس هي يعني تفشت بقالها كام سنه كده. والجديد بقى منها ان الناس بقت تتكلم فيها عادي. الجديد بقى ان الناس بتطلع تقول اسم الراجل الاشهر في مصر اللي مسرح اللجان دي، وبيتكلموا في الموضوع عادي عادي جدا يعني. اه ده معمول عليه حمله، ده كذا ده كذا يعني. وكأن الموضوع، مع ان الموضوع ده اصلا يعني المفروض يبقى على يعني في الدره مثلا، او مستخبي، او اللي هو محدش عارف احنا بنعمل كده، بس بقى عادي والبجاحه ان محدش همه حاجه يعني. الناس كلها بتتعامل عادي. طب البيدجات دي بدأت ازاي وظهرت ازاي؟ هي الفكرة كلها ان كل المراكز الإعلامية في النوادي الجماهيرية فهمت. على فكرة الموضوع اللي كان ده مش في الأهلي بس، هو في الأهلي عشان الأهلي هو الأكثر جماهيرية واللي معاه فلوس أكتر واللي باين أكتر. فظهر قوي. لكن الزمالك عنده لجان، الاسماعيلي عنده لجان، المصري عنده لجان. واسالوا جماهير الانديه دي يعني، لو عندك واحد صاحبك شجع الاسماعيلي او شجع المصري في المحافظه كده، كلنا لينا اصحاب يعني في محافظات، تساله هيقول لك اه الاسماعيلي ليه لجان والاداره اللي عندهم ليها لجان. وهم اصلا مش لاقيين ياكلوا يعني، مش الناس يعني، انا ما اعرفش الناس، بس النادي نفسه مش لاقي ياكل وبيصرف على برضه صفحات وحاجات غريبه قوي يعني. المهم، اللجان دي بتبدا ازاي؟ ان انت بتبقى عندك صفحه بتتكلم في الكوره المحليه، وبت تبدا تكتب في اي حاجه فيها ريتش. ما هو مثلا ممكن احنا نقعد 3 4 شهور ما بين المواسم ما فيش كوره، هنسكت؟ لا مش هنسكت. هنروح جايبين فضيحه جنسيه الواحده تسرب لها فيديو، هنجيب واحد لعيب كوره كان، طبعا انتوا عارفين بالاسماء اللي انا بتكلم عليها بس ملاش لازمه يعني ان انا اقول اسماء. هنجيب لعيب كوره حصل له مشكله واتسجن فهنشمت فيه. هنجيب اخبار ملهاش اي علاقه بالموضوع، اصل محمد صلاح بيصيف، اصل المخرج الفلاني مش عارف قفشوه فين، اصل الفنانه العينيه لابسه ايه. كل ده هدفه ايه؟ طب انت هو عامه الصحافه عادي انها تتكلم في اي حاجه ترند او كده، بس انت كصفحه رياضيه، صفحه كوره محليه، ليه بتتكلم في الحاجات دي؟ على الاقل اتكلم مثلا لما تكون الكوره واقفه اتكلم في موسم الانتقالات. يعني اتكلم مثلا ان اللعيب ده، هو طبعا بيتكلموا، بس هو الحاجات اللي تجيب ريتش اكتر هي الحاجات دي. لحد ما الموسم يبدا ولحد ما تبدا الكره تشتغل، فهبدا ابقى عندي انا محتوى كصفحه اتكلم فيه. بس انا ما ينفعش اسيب الصفحه تعطل ليه؟ عشان تفضل الناس اكتف، عشان الريتش، عشان اقبض. طبعا في صفحات شهيره قوي هنا وهنا في الاهلي والزمالك، هتكلم على الزمالك عشان هم الاشهر يعني. معروفين بالاسم كلهم، هم متولين الموضوع ده. بتعرف منين ان الناس دي افضل؟ ان هم فجاه كلهم بينزلوا بسكريبت واحد، ان هم فجاه كلهم بيقولوا نفس الكلام، ان هم فجاه كلهم بيشتموا في شخص معين، او العكس ان هم فجاه كلهم بيشكروا في شخص معين وانت مش فاهم ليه يعني الموضوع ده. وتلاقي الناس بقى بتصدق يعني. مش العيب عليهم، العيب على الناس اللي بتصدق. الناس دي بقى بتشتغل ازاي؟ واحده واحده كده زي ما قلت لك، هما بيعملوا الترند. تاني حاجه بيجيب لك اخبار فيك غريبه كده ملهاش اي معنى. يقول لك مثلا
محمد شحاته يطالب بتعديل عقده، هو مش مصاب ولا حاجه، ده خبر لسه قاريه امبارح مثلا، اللي محمد شحاته بتاع الزمالك مش مصاب ولا حاجه، ويطالب بتعديل عقده، وعشان عبد الله سعيد خد 100 مليون جنيه طبعا، فالنادي ما فيهوش جنيه، فالخبر ده ما يتصدقش يعني. بعيدا عن اهلي وزمالك والله يعني، لحظه بس حط عقلك، سيبك من الاهلي او الزمالك لحظه واحده، شغل عقلك واحده بس. فالكلام ده مش منطقي، لان اصلا النادي ما فيهوش فلوسهم واللعيبه ما بتاخدش مستحقاتها، بس هو عايز يعمل ايه؟ ريتش وبلبله وبتاع، يقول لك على مسؤوليه القاهره 24، على مسؤوليه الوطن، فبينفي عن نفسه يعني ان هو على ما يكون متاكد ان الخبر ده كاذب 100%، يقول لك على مسؤوليه فلان. تخش تدور مثلا، لو انت ما حدش هيدور، ال 5000 اللي عاملين لايك وهو داخلين يشتموا في بعض، ما حدش فيهم ولا واحد فيهم دور. لكن انت لو دخلت تعبت نفسك دقيقه في قريت البوست المتخلف ده، فدخلت تدور، مش هتلاقي الوطن كاتبه كده ولا القاهره 24 كاتبه كده، بعيدا عن حتى الصحف دي او الجرايد الالكترونيه دي برضو بتنزل اخبار كتير كتير فيك وكذب يعني، ومعروفين بالاسم، ولكن حتى تلاقيهم مش منزلين ده، بس هو قال يعني كده ايه، بيدي مصداقيه للخبر المتخلف وبينفي عن نفسه تهمه ان انا ايه بنزل اخبار فيك. فزي ما بقول لك بيسرقوا كلهم من بعض، كوبي بيست، حتى ما بيصيغوهاش بصيغه معينه، بياخدوا اوردرات بالتليفون من اللي مشغلهم من الاخر. آه، بتلاقي تعرف منين الموضوع ده؟ تلاقي فيه تناقضات، تلاقي مثلا صفحات الاهلي كانت بتمجد في عضو مجلس اداره معين، وفجاه بعد ما طلع في بودكاست وقال كلام مش عاجبهم، خدوا الاوردر ان هم يبداوا يشتموا فيه، فبداوا يشتموا في نفس الراجل اللي بيمجده، وبيعملوا ايه بقى؟ بيمسحوا البوستات القديمه اللي بيمجدوا فيها. ما انا ممكن انا بقى لو انا فاضلهم اخش من اسبوع ولا من 10 ايام اقول لهم مش انتوا بتقولوا كذا، واكتب كومنت، فهيبدا البوست يعني يظهر تاني للناس، والناس يعني تخش تتعلق او على الاقل تشوفه. ولكن ده ما بيحصلش، لان هم بيخشوا يمسحوا البوستات اللي بيكتبوها عن الناس الكويسه. يعني لو انا كاتب بوست مدح في واحد وقررت ان انا هقلب عليه عشان انا قبضت، يعني حاجه حقيره جدا، بس قررت ان انا هقلب عليه، هخش امسح الحاجات القديمه عشان ما حدش ينخرب ورايا. وكذلك ده بيحصل مع اللعيبه. في لعيب يعني هقول لك بالاسم بقى دي عشان نخلص، محمد هاني البيتجات دي ما حدش بينتقده خالص، مع انه مستواه مزري في ماتشات كتير جدا، ما حدش بينتقده خالص. ليه؟ لانه متجوز اخت حسام غالي. اهو انا بجيبها لك على المفتشي بقى عشان نخلص، مش هقعد بقى اقول لك، مش هقول اسماء، لانه متجوز اخت حسام غالي، وحسام غالي شغال في الاضاءه، عضو مجلس اداره. تمام. فلو لاحظت الفتره اللي فاتت لما كان حسام غالي يعني عادي ما علوش اي لغط، كان مستحيل يقربوا من هاني مثلا في ماتش بالميراس، جون منه الجون التاني ده لما اتزحلق وباع نفسه، فالراجل راح الفيرود راح لوحده وحط الجون منه 100%. محدش انتقدوا، الناس كلها اصل مروان اصل مش عارف ايه، او بينتقدوه على كده عشان ايه؟ ما يبانوش برضه ان هم قوي كده. لكن دلوقتي بقى على المفتشر اي حاجه هاني يعملها بيقطعوا تقطيع ليه؟ لان اللي كان حاميه اتقلب عليه، فهم الاثنين اتاخدوا في السكه. لو تاخد بالك يعني، ركز بس في الحاجات دي، ده مثال بسيط جدا عن قد ايه الناس دي قبيضه، وقد ايه الناس دي ممكن يعني في ثانيه يقلبوا. كذلك اعضاء مجلس الاداره، وهقول لك انا جبت مثال عليها، هجيب لك مثال على الزمالك. اعضاء مجلس الاداره احمد سليمان مثلا كان بيقبض الناس دي وكان بيدفع لهم، وده شيء واضح، ما كانش حد بيشتمه خالص ولا بينتقده ولا بيجي جنبه، لحد ما هو حس ان هو بقى ليه جماهيريه ومش محتاج الصفحات دي، فبطل يبعت لهم فلوس، فبداوا ينغزوه ببوستات ويدوسوا عليه في بوستات وينتقدوه في حاجات، وبيعملوها بشطاره بقى. الراجل اللي كنا بنحترمه وبنقدره ومش عارف ايه وبتاع، حان الوقت ان احنا ننتقده ان احنا شفنا حاجه منه وحشه. يا راجل يعني انت ما بطلش يبعت فلوس، لا احنا شفنا ان في حاجه وحشه بيعملها. تمام. فقرروا يقلبوا عليه لحد ما اضطر انه يدفع تاني عشان يفضل في صوره كويسه. فهم بقى هم المتحكمين في الاعضاء واللعيبه والمدربين. الصفحات دي مثلا تلاقي ان هي ما عندهمش اي مانع ان هم ينتقدوا ريبيرو، وفضلوا يقطعوا فيه تقطيع ما يعلم به الا ربنا لحد ما مشوه. طبعا الاداره كده كده كانت هتمشيه يعني بعد ماتش بيراميدز، ولكن هم ساعدوا بشكل كبير جدا ان هو ده يحصل. ليه؟ لان ريبيرو ده راجل اجنبي، هيدفع لصفحات ماجيكانو والاهلي اليوم والكلام اللهطل ده؟ اكيد مش هيدفع لهم. ده راجل كمان ما يفهمش الكلام ده قوي يعني، حتى لو فاهم هو مش هيخش في الدايره الحقيره دي، فما بيدفعش. موسيماني لما كان واخد 2 افريقيا واخد مش عارف ايه، قطعوه تقطيع لما خدوا اوردر من اللي مشغلهم ان هو الراجل ده خلاص اتقرا فتحته وهيمشي، خش قطع 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 قطع، عشان كده كده هيمشي، وعشان كده كده ده اجنبي. حتى لو حد بيوصل له الكلام ده فهو مش مستفيدين منه بحاجه، ده واحد مش هيدفع لهم جنيه يعني.
فبيقطعوا تقطيع. لكن تيجي مثلا لعيبه معينه ممكن ننتقدها، ولعيبه معينه ما اقدرش اجي جنبها، لان ده ليه ده مثلا الاوردر ان لا ما اجيش جنبه. انا مثلا كصفحات مدعومه من الاداره بقى باخد منها فلوس، ما اقدرش انتقد مثلا اللعيبه اللي جايه من الغريم، ما اقدرش انتقدها عشان ما شمتش الزملكاويه فيا. فده اوردر مثلا عندهم، مهما كان وحش، مهما عمل حاجات غلط هبرر له. فانت مثلا وهو اللعيب ده مثلا في الزمالك، فانت تقعد تقول عليه بالونه ومش عارف ايه ووحش وايه وانتوا نافخين وانتوا، فبقى منظرك ايه لما جه؟ عادي جدا، انتوا اصل انتوا نافخينه لكن احنا ما بننفخش لعيبه، هو كده مش بالونه. او بالبجاحه بقى، لما يكون اللعيب في الغريمه اشتمه عادي حتى لو حلو. طب يعني يعني انت بتبرر للتدليس، يعني تقول انا مدلس بشكل رسمي، حتى مش صفحات الجماهير، انت قطلاع العقليه دي اللي هو يشتموا في اللعيب لما يروح لهم يقول لك اصله كان عندك فلازم اشتمه. ليه لازم؟ انت ما عندكش مخ؟ اصل الاراء الكرويه ما لهاش علاقه بالانتماء. يعني انا مثلا كزملكاوي لما اقول لك امام عاشور وحش، ابقى انا كده واحد ما بفهمش حاجه، ما بيعرفش يلعب، انا واحد ما بفهمش حاجه. لو انا اهلاوي قاعد اقول لك مثلا اخوان الفينا او بيزيرا او ما اعرفش يعني اسمه ايه بالظبط، فلما اقعد اقول لك ده جناح تعبان وده مش عارف ايه وبيضحك عليكم عشان بيقعد يهيص الجمهور والكلام ده، ابقى انا برضه واحد ما بفهمش حاجه. الانتماء مالوش يعني ممكن اقول لك يا عم انا مش طايقه عشان هو مع الفرقه الغريم، بس هو الصراحه لعيب جامد، انا كده احترمك وده الطبيعي. يعني انت تقول رايك ده الطبيعي، مش ان انت تدلس وبعدين تقول اصله كان عندك فلازم ادلس. يعني انا مش قادر، وجهه نظر غريبه قوي. طب دول قبيضه، دول بيستفيدوا، انت واحد كجمهور بتستفيد ايه من الموضوع ده؟ بتستفيد ايه لما تخوض في عرض واحد عشان لعيب كوره، غير انت متساق يعني كده كده. ف زي ما قلت لك ان في ناس محصنين ما حدش بيقدر يجي جنبهم، وفي ناس يعني عادي بيتقري فتحتهم فبيضطروا يخوضوا في عرضهم عادي. موضوع تاني مثلا زي مثلا لما جمهور الزمالك شتم مراد زيزو، ده حاجه طبعا اكيد مش صح، يعني مش صح. فيخشوا بيجات الاهلاويه فجاه يبقوا شيوخ ويقولوا حرام وكسر المحصنات، فبيجات الزملكاويه يخشوا يقولوا فاكرين لما شتمتوا شيكابالا، فبيجات الاهلي تخش تقول طب ما انتوا شتمتوا عماد متعب. طب يا جماعه ما هو كل ده غلط. هو هو انتوا ايه المشكله؟ يعني انتوا ايه المشكله؟ يعني ليه ما حدش واحد عاقل يخش يقول ده غلط وده غلط وده مرفوض وده مرفوض والجماهير دي كانت غلطانه والجماهير دي كانت غلطانه؟ بس لا، مش هيقول كده. ليه؟ عشان لو قال كده مش هيبقى فيه خناقه، مش هيبقى فيه ريتش، مش هيبقى فيه فلوس. هو عايز الخناقه، هو عايز يخش يقول لك حرام تشتم مرات فلان، فتقول له ما انت شتمت مرات علان، يقول لك طب ما انت شتمت مرات خريان، وتفضل خناقه دايره بين ده وبين ده، والاثنين بيستفيدوا. حاجه تانية في الصفحات فجاه بتقرر ان هي تلمع حد من السوشيال ميديا سواء اهلاوي او زملكاوي، فيبدا يظهر في الاعلام، فيبدا يطلع في المناظرات. اصلا فكره المناظرات في الكوره دي غريبه. الكوره يعني ابسط من كده، منتج ترفيهي، وبعدين الكوره اراء ودي حلاوتها. فما فيش حاجه اسمها مناظره في الكوره، يعني انت ده رايك وده رايي، خلصنا. فليه اعمل مناظره عشان اثبت رايي وانت تثبت رايك؟ فالمناظره دي بقى بتبقى حفله عند الصفحات، بيحبوا قوي بقى الموضوع ده، ده يطلع لك فلان وده يطلع لك علان، ويبداوا بقى ينزلوا بوست في كل دقيقه. تقول ليه؟ عشان المناظرات دي قائمه على قصف الجبهات بحته. فهو بيحب قوي الكلام ده، فالكلام ده يجيب ريتش قوي، يخلي الاهلاويه يخشوا ينبسطوا والزملكاويه يخشوا يشتموا، تحصل خناقات في الكومنتات، فالبوست يجيب مش عارف 5000 كومنت، فينتشر جدا، فالصفحه تعلى، فالريتش يعلى، يقبضوا فلوس. فهمت القصه ماشيه ازاي؟ حاجه تانية عايز اقولها في موضوع الصفحات الالكترونيه، ان هي بتجيب لعيب من الكرتونه كده، لعيب مبطل ومحدش معبره ولا خد كورسات تدريب ولا خد دورات، وقاعد في بيته بيتمشى على اي حاجه، بيجيبوه كده فجاه، زي ناس كتير، زي احمد عادل بتاع الاهلي اللي كان بيطلع في المحور، زي ابراهيم سعيد، زي معتز زينو، زي اسامه حسن، زي ناس كتير. اديني قلت لك باسماء عشان تبقى فاهم انا بتكلم في ايه. بيجيب حد من الناس دي ويجيبه ويقول له احنا هنعمل لك بودكاست في السوشيال ميديا بدل ما انت قاعد كده عشان ترجع تنتشر وتقول، بس احنا بقى عايزين اراء الحراقه بقى، عايزين بقى الكلام بقى اللي يشعلل، عايزينك تاخد صف نادي معين وتخش تشعلل مقابل انت تدينا مبلغ رمزي بس. تكاليف البودكاست دول يعني عايزين كام؟ لهم مثلا 3000 جنيه. 3000 جنيه في شهر ده ولا حاجه اصلا بالنسبه يعني لتكليف ان انت تعمل بودكاست على السوشيال ميديا، وهتأجر استوديو وهتصور وهتسجل وهتمنتج وهتنزل وهتقطع ريلز كل ده مكلف. كل ده الناس بتاخد 3000 جنيه ده ولا حاجه، هم بياخدوا منه مبلغ رمزي عشان يعني يغروه ان هو يعمل كده، ويبقى هو ده
الواجهه، ويبقى هو ده كونتنت انا بشتغل عليه لفتره معينه، زي ما حصل برضو مع اينو. نفس الاسماء اللي انا قلتها لك دي لو ركزت كده حصل معاه في فترات، لحد ما يحصل ان الراجل ده يخلص اللي عنده، او يقول كلام عكس اللي هم عايزينه، او يتخانق مع الاداره. فساعتها هقلب عليه تماما وهقول ده وده 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 اصلا مش ممثل نادي، وده كان لعيب تعبان، وده اصلا كان قاعد في بيته، ايه اللي طلعه؟ ولا اللي هقول الكلام اللي انا اصلا بعمله يعني. فيعني الصفحات يا جماعه، يعني خلاص انا حاسس الفيديو طول ودخل في ربع ساعه، دي مش عوايدي. انا بقول لك ان الصفحات دي يعني ممولة جدا. الصفحات دي بتلعب بدماغك. الكورة أبسط من كده، هم عايزين الخناقة دايرة عشان الفكرة الكبيرة بتاعة الإلهاء، والفكرة الكبيرة بتاعة إن الكورة هي المتنفس الوحيد للناس، اللي هم يخشوا يتخانقوا فيه فبيطلعوا فيه غضبهم وبيفشوا فيه غلهم من عيشتهم الصعبة، ومن من الأوضاع اللي هم فيها. وأنا مقدر إن الناس ممكن تكون هو ده المتنفس الوحيد، إن أنت ما تقدرش مثلا تتكلم في حاجة تانية وتاخد وتدي مع حد مثلا على السوشيال ميديا فيها، لأن ممكن يحصل لكم مشاكل بدون الدخول في اي تفاصيل، كل الناس فاهماني يعني. ولكن انا فاهم ان ده متنفس ليك، بس بجد الصفحات دي بتستفيد على قفاك. ما تبقاش انت ماده ليهم عشان يستفيدوا، وما تبقاش انت حتى لو هما بيستفيدوا وده اكل عيشهم، ودي حاجه طبعا حقيره يعني، لكن انت ما بتستفدش حاجه. ركز في اكل عيشك وركز في عيشتك، اتفرج على الكوره وانبسط وافرح لفرقتك وازعل، ولكن بدون خوض في اعراض، بدون دفاع عن لعيبه مستميت ملوش معنى، بدون ان الصفحات دي تسوقني وتكون راي في دماغي. يعني انا يعني انت حتى احساسك بينك وبين نفسك ايه وانت راجل كبير وشحط كده ومتجوز ومخلف ومسؤول عن بيته ومنساق ورا شويه عيال صغيره؟ كل ادمن الفيديوهات دول كلهم عيال 18 و20 سنه يعني، لان ما حدش كبير هيشتغل الشغلانه الحقيره دي. فان انا منساق من عيل قد ابني هو اللي بيوجهني وبيوجه رايي، فروح تاني يوم الشغل اقعد اتخانق مع صاحبي اللي معايا في الشغل، او ابقى رايح عشان عايز اغيظه، او ابعت له البوست ده، او مش عارف ايه. الكوره ابسط من كده يا جماعه. دي اول حاجه من الحاجات اللي مبوظه الكوره في مصر واكثرها، لانها كمان بتخش على المنتخب، بتخش على يعني لو مثلا قررنا ان احنا هنقرا فتحه حسام حسن، فهتلاقي تقطيع فظيع. لو جالهم الاوردر لا مالكوش دعوه، حسام حسن هيبقى احسن مدرب في الدنيا، وهيلاقي مبررات ده وهيلاقي مبررات لده، لان الكوره اصلا فيها وفيها يعني. الكوره تقدر انا ابرز لك حاجات معينه في حد فيطلعوا لك احسن واحد، والعكس صحيح. فارجوكم يا جماعه، انا بعمل الفيديوهات دي يعني انا مش مجبر خالص ان اخش في المحتوى ده، وان انا اخش في حاجات شائكه زي دي. واسهل حاجه اخش اقعد اطبل واخش اقعد اقول لك اهلي وزمالك وهتكلم على الديربي النهارده وعلى، لكن انا بقول كلمتين لوجه الله فوق، ولا الصفحات دي توجهك اقرا عنه بس، خليك عارف ان الناس دي قبيضه وكل حرف بيتكتب بيبقوا قابضين وراه، فما تسلمش دماغك ليه.